السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. اتمنى لسه ما عملش اشتراك يعمل يضغط على كلمة اشتراك، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما فعلش زر الجرس ده اللي هو يا جماعة جنب كلمة اشتراك حاجة كده اضغطوا عليها هتفعلوها. هيجيلكوا اي اشعارات انا بعملها، يعني لايف، فيديو، اي شيء. تمام. محتاجة دعمكم ووقوفكم جنبي الفترة ديّة، وباحبكم جدًا في الله، كل الناس اللي متابعاني من زمان، وكومنتاتكم على راسي، بدون ذكر أسماء عشان ما انساش حد. بجد يعني أكتر حاجة مفرحاني إن أنا ليّا متابعين من يوم ما فتحت القناة لحد اللحظة دي بيعملوا لي كومنتات وبيتابعوني وبيشجعوني. بجد أنتم أحسن ناس في الدنيا. النهارده الروتين بتاعي النهارده كان على المغرب كده، وأقسم بالله اليوم ده يعني كان في كمية حاجات كتير، بس أنا والله ما صورتها. الجو كان حر، وأنا لما بدأت أعمل الروتين ده كان لما الجو يهدى شوية من الحر، عشان خاطر الواحد يبقى يقدر إن هو يتنفس وهو شغال يعني. حتى لو في مروحة، رغم إن انتوا عارفين الجو ده يعني الإسدال بترحب كده وجو مكتوم، ولازم بنعمل حاجات كتير وبسرعة. وعلى فكرة أنا مسرعة الفيديو كالعادة. يا جماعة الناس اللي بتقول لي انت بتسرعي ليه الفيديو، يا جماعة انا لو سبت الفيديو على طبيعته الفيديو يبقى طويل جدا والله. يعني الفيديو ده تقريبا كان 17 او 18 دقيقة، انتوا هتتفرجوا على 18 دقيقة؟ والله العظيم ما حد هيتفرج على 18 دقيقة. انا بسرع الفيديو عشان خاطر مدة الفيديو تبقى قليلة، زي ما قلت لكم قبل كده اقل حاجة تبقى 10 دقايق. تمام. يعني انا لما جيت اقلل الفيديو ده، لو قللته لاقل من كده سنة هيبقى 9 دقايق مش 10 دقايق، فما ينفعش. المهم الروتين بتاع النهارده في الصالة. كنت أنا شايلة الفرشة بتاع الكنب من زمان وغسلتها، وكنت شايلة برضو الحصيرة وغسلتها معاكم في الفيديو اللي فات. فطبعا الفيديو ده بقى ايه، هنفرش الانتريه، وهنفرش الحصيرة على الأرض، وهنمسح ونكنس إن شاء الله. كانت طبعا والدتي موجودة هنا، فهتشوفوها دلوقتي في الفيديو. ست الكل دي البركة كلها والله العظيم. يعني أنا لما بكون هي طول الوقت بتدعي لي من غير اي حاجه، بس انا لما اكون مثلا، عارفين انتوا، مخنوقه قوي 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 وعايزه تميمه الحظ، بالنسبه لي هي امي. هي تميمه الحظ، زي الخرزه الزرقاء، زي الحاجات اللي انتوا بتلبسوها وتكونوا متفائلين بيها في حياتكم. انا متفائله جدا بامي في كل حاجه في الحياه، يعني باخد رايها في كل شيء. هي صديقتي وهي امي وهي كل شيء بالنسبه لي. انا ما بصراحه يعني يوميا لو ما كلمتهاش في التليفون يوميا بدل الساعه 2 و3 ما ارتاحش. ولو هي ما جاتليش يوم بعد يوم، او انا رحت لها وشفتها، يعني ما بقاش مرتاحه. يعني عايز دايما ان هي تبقى قدامي اشوفها، وهي في نفس الوقت. والله العظيم اغلبيه الوقت مثلا هي طبعا بتجيني عشان تطمن عليا، وفي نفس الوقت تطمن على العيال. يعني الوحيده اللي بتسأل علينا يا جماعه والله انا. آه، يعني من يوم ما اتجوزت وكده، تقولوا لي مين يا نجوى بيعيد عليكي، مين بيقول لك كل سنه طيبه في رمضان، مين بيقول لك كل سنه طيبه في العيد، مين بيقول لك الحمد لله على سلامتك، مين بيقول لك مبروك. مفيش مخلوق في في الكون الارضيه ده كله شاغل باله بيا، بزعلي، باهتماماتي، بفرحي، بكل شيء غيرها. هي الوحيده اللي بتخبط عليا الباب والله العظيم. يعني ما فيش بقى، الله المستعان. يعني الحياة فاضية الحمد لله، ورزقني بأهم حاجة في الدنيا وهي الأم ورضاها ودعواتها طبعا. بما ان بقى الموضوع بقى تطرق لموضوع الأم وكده، عشان هي موجودة معايا في الفيديو، عايزة أقول لكم ان مش كل الأمهات صالحات طبعا، يعني ومش كل الأبهات صالحات. بس احنا هنتكلم دلوقتي عن الأم المكافحة، الأم اللي بتشقى وتتعب عشان خاطر أولادها، اللي هي زي أم بالظبط. يعني بيبقى طموحاتنا كلنا كأمهات، ما أنا أم برضو. يعني بيقول لك إيه مثل كده أو بتاع ميمز كده بنشوفه على الفيسبوك، اللي هو إيه، بنطلع اللقمة من بقنا ونديها لعيالنا. دي حقيقة والله العظيم. أنا ما أقدر إن أنا آكل أو أخلص أكلي غير لما أكل عيالي الأول. يعني عيالي كلوا وشبعوا أأكلهم. الأكل كتير الأكل قليل، المهم إن أنا ما عنديش إحساس. أنا لو حسيت إن عيالي كلوا وشبعوا أبدأ إن أنا آكل. أمي نفس الموضوع، أنا واخدة طباعها في الموضوع ده على فكرة، يعني من وأنا بنت حتى لحد الآن لو أنا قعدت معاها وأكلت، هي لازم تشوفني أكلت وشبعت الأول، بعدين هي تبدأ إن هي تاكل. يعني فاهمين؟ ده طبع فينا، بنحب عيالنا جدا، بنربيهم على الحاجات الحلوة. طبعا مفيش حد بيحاول إن هو يعلم أولاده حاجة وحشة،
غير الناس الشر طبعا، يعني اللي هم كل حاجة ياخدوها بالدراع، كل حاجة ياخدوها باللسان بالصوت العالي. طبعا يعني دول خارج التصنيف اللي احنا بنتكلم عليه ده يعني. طبعا يا جماعة انتوا مش مستنيين اقول لكم ان الجنة تحت اقدام الامهات، وان الام ديت شيء مهم جدا في حياتنا، نكسب رضاها ونكسب ان هي دعوة منها ببركة. يعني لما تصحى من النوم كده وشايفة ابنها ويقول لها صباح الخير، شايفة بنتها تقول لها ازيك يا ماما اخبارك ايه، تقول لها يا بنتي روحي ربنا يوفق لك ولاد الحلال في طريقك ويبعد عنك ولاد الحرام. ايه رأيكم في الدعوة دي؟ احلى دعوة في الدنيا، احلى دعوة ان يبعد عننا ولاد الحرام ويوقف لنا ولاد الحلال في طريقنا. دايما امي طبعا بتدعي له كتير، ربنا يبارك فيها ويحفظها ويحفظ كل امهاتنا يا رب. الاب طبعا حقه مهدور صح. تقول لي ما تتكلمش عن الاب ليه؟ لا الاب برضو بس يعني احنا يعني الاب دوره محدود بامانه والله العظيم. اي راجل في الدنيا دوره محدود، اللي هو يشتغل ليه ساعات معينه للشغل عشان تبقوا عارفين. يعني اي شغل في الدنيا، اي شغل في الدنيا من 8 الصبح، لو هو 12 ساعه من 8 ل 8. طب تمام، بقية اليوم انت بتعمل ايه حضرتك؟ تمام. هو ما بياخدش اجازات من بياخد اجازات من شغله، بياخد اجازات من بيته، بياخد اجازات من عياله. يطلع بقى بعد 8 يقعد مع اصحابه، يخرج يتفسح. فكرة ان هو يخرج ويتفسح وياخد وقت ويبقى فيه وقت ليه مكرس لنفسه، دي مش عند اي ام على فكرة. الاوبشن ده مش موجود عند اي ست. الست بتاخدش اجازات من بيتها. احنا كستات بيوت، انا كانت ست بيت يعني انا ما خدتش اجازه من عيالي 5 دقايق. اخد ازاي اجازه من عيالي؟ او اوديهم فين؟ اوديهم فين؟ لكن هو كراجل عارف ان هو سايب مراته مع عياله، فهو راجل بقى يخلص شغله يشوف مزاجه بقى ويشوف يجي بقى يلبس ويظبط ويروح يقعد مع اصحابه ويخرج ويستمتع ويشوف هو نفسه في ايه يعمله. طبعا من 8 ل 12 لواحدة ل 4 الفجر ومتعرفيش عنه حاجة. طب وانت كأم بقى حقك فين؟ حقك فين كأم؟ احنا هنا الستات المصرية مظلومين. انتوا عارفين الامريكان وبلاد بره الرجال عندهم متفاهمة جدا في موضوع التربية ده. يعني شفت ان هو بيعملوا يوم في الاسبوع اسمه يوم الاب في الاسبوع. يعني شفتوا؟ يعني مش هقول لكم بقى ان هناك الرجاله ملايكه، لا، يوم في الاسبوع اسمه يوم الاب. اليوم ده الست تقوم واخده بعضها تقول له سلام عليكم باي يا حبيبي، تروح بقى تعمل مساج، تروح الكوافير، تعمل شعرها، تعمل شوبينج، تقضيه مع اصحابها. يوم في الاسبوع مش كتير يعني 4 ايام 4 ايام في الشهر كله. ويوم بطوله بقى هو بقى لو في مدرسة يلبس ويودي المدرسة ويجيب من الحضانة أو يجيب من المدرسة ويأكل ويشرب يوم واحد. مش الموضوع مش كتير قوي زي ما انتم متخيلين. يعني يوم الراجل يشيل فيه مسؤولية أولاده طبعا، والمكان اللي هو فيه. يعني مش هيقعد مثلا في المكان ولما هي تيجي بالليل مثلا أيا كان هي بتعمل ايه طول النهار، وليها يعني بروجرام معين ان هي قاعدة مع أصحابها بتعمل أي شيء. المهم طبعا يعمل يعني الاكل بتاع، فهينظف مكان ما هو بيعمل بالظبط. ليه ما نعملش مبادرة كده؟ يعني ليه ما احنا ما يعني ليه الرجاله المصريه مش فاهمه الموضوع؟ يقول لك ايه، انا جيت من الشغل الساعه 8 تعبان، رجليا بقى عايزه ميه بملح، اقعدي يا خدامه فلبينيه بقى نخدم نعمل في الرجلين ما بتنشر طول النهار من الوقفه. طب وانا رجليا ما فيش فيها نشران؟ والله فيها نشران وفيها كل حاجه. طب ظهري يا ظهري، ظهر الراجل تعبان. طب ما انا ظهري كمان تعبان. انت جاي من الشغل الساعة 8، جاي 9، ماشي. اي واحد طبيعي بيخلص شغله كده 10 ايام الصيف والسهر. ناس طبيعية محترمة بتروح بيوتها في الوقت ده، هيتعشى مع اولاده. ده اللي هو يوميا بقى بغض النظر عن اليوم بتاع الاسبوع ده. مبادرة يوم في الاسبوع. المبادرة التانية اللي هي المبادرة بقى اليوميا بقى. انت بترجع من شغلك، بتغير هدومك، بتتعشى مع اولادك، بتلعب معاهم، صح؟ تقول ايه انا لازم انام بدري عشان اصحى بدري. ما هو انت حضرتك في الايام العاديه اللي انت بتقول فيها تنام بدري وتصحى بدري، ما انت بتخرج مع اصحابك وتسهر لنص الليل.
اعتبر نفسك انك هتسهر مع عيالك برضه. يلا عيالك دول مش اطفالك مثلا، اللي هو اي راجل يروح هيقعد مع عياله ساعة ساعتين، يخلي برضو الأم يا جماعة يعني تتنفس شوية، تتنفس. الأمهات بيهملوا في نفسهم، والرجالة بعدين بتزعل إن الست أهملت في نفسها. ما أهملت في نفسها، ما عندهاش وقت والله. الست من ان هي تنظف مكان كل شويه الاطفال بيلعبوا بيوقعوا، وغسيل وكنيس ومسيح، واخد بالي ابني كل لا ما اكلش، لا هنطبخ ايه، لا الواد ما بيحبش الاكله دي فاعمل له اكله تانية، لا بيعيط ام اخته ضربته، لا بيعيط بطنه بتوجعه، لا بيعيط مش عارفه ايه. فطول النهار زن 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 زن. لما ترحمها كل يوم ساعه او ساعتين لما تيجي من الشغل، والله ما هو كتير، والله ما هو كتير. ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء. دي رساله بقى لكل الرجال. بس كده، ده اللي انا كنت عايزه اقوله. وربنا يخلي امي يا رب، ويخلي امهاتنا جميعا، الامهات الصالحات البرات باولادهم. ويجعل يا رب كل الادعيه الحلوه اللي امي بتديها لي يا رب يكون من نصيبي. طبعا انا وصلت تقريبا لاخر الفيديو. كنت انا طبعا ورا كل الكراسي ديت كنست ومسحت زي ما انتم شايفين، ولازم انشف. يعني انا بعد مسحت بالشرشوبه مسحت بالقماشه دي عشان خاطر لما افرش الحصيره ما يبقاش تحتها اي ميه خالص. طبعا انا الاضاءه، هتقولوا لي الاضاءه وحشه في الصاله كالعاده، انا اصلا بصور بالليل. ف والله لو بصور بالنهار برضه هتبقى نفس الاضاءه. ممكن بس هي الفكره ان ممكن عشان اظبط الموضوع ده اجيب رينج لايت كبير. رينج لايت اللي عندي اللي انا بصور بيه صغير، الاضاءه بتاعته صغيره. فانا واثقه ان انا لو جبت رينج لايت كبير بس طبعا ده لما يبقى ايه يعني، لان انا يعني دخلت شوفوا حاسه ان فيها فلغوشه، فاعذروني يعني، اعذروني. طبعا انا بفرش بقى دي اخر حاجه. اللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك، ولسه ما عملش كومنت يعمل كومنت. بحبكم جدا في الله يا اصدقائي، بحبكم جدا. يلا سلام.